هاشرح لك إزاي تقدّم على فيزا بريطانيا. تعالوا نقول كل خطوة، وبعد كده لو حد عنده أسئلة يبقى يسألني تحت في التعليقات. أول حاجة هتدخل على الموقع الحكومي الخاص بالحكومة البريطانية، وأنا هاكسبه لك تحت في الcomments. هتخش هتشوف الجنسية بتاعتك محتاجة فيزا والّا لأ. طبعًا يعني كل الجنسيات العربية تقريبًا محتاجة فيزا ما عدا دول الخليج، دول مش محتاجين فيزا ولكن ليهم إجراء تاني خاص بالتصريح الإلكتروني، ده هابقى أتكلم عليه يعني في فيديو تاني. بس أنا دلوقتي باتكلم على الجنسيات، أغلب الجنسيات ومنها الجنسية المصرية بيحتاجوا الفيزا لبريطانيا. طب هابتدي أعمل application، هاعمل أول حاجة حساب على الموقع الحكومي الخاص بالحكومة البريطانية الفيزا، وبعد كده هابتدي أملى الapplication بتاعي. على فكرة أنا ممكن أملى الapplication باللغة العربية برضه، أنا باختار اللغة اللي أنا أحب أملى بيها الapplication، فده سهل وما فيهوش أي مشكلة. وأنت بتملى الapplication خلّي بالك من كل حاجة أنت بتملاها، لازم الapplication ده يا جماعة يتملي بدقة متناهية. أهم حاجة الأرقام اللي مكتوبة في الapplication في الدخل، بتصرف قد إيه كل شهر، دخلك السنوي قد إيه، مثلًا هتصرف قد إيه في الرحلة، دول 3 أسئلة مهمين جدًا في فيزا بريطانيا، وعلى فكرة ال3 أسئلة دول بيحددوا حاجات كتيرة جدًا، وال3 أسئلة دول هم اللي هم هيقارنوهم في الآخر مع كشف الحساب البنكي بتاعك. فطبعًا كشف الحساب البنكي لازم يكون متوافق مع الأرقام اللي كتبتها عن الدخل في الapplication، ده أهم جزء في الapplication يعني. بعد كده بقية الأجزاء يعني باعتبرها إنها حاجات روتينية، حاجات عن مثلًا الأسرة، حاجات مثلًا عن ممكن عن شغلك شوية، حاجات خاصة بالplan بتاعتك في الرحلة الtravel plan اللي هي خطة الرحلة، مثلًا عن العنوان اللي هتنزل فيه، علمًا إن أنت مش مطالب تقدّم لا حجز طيران ولا فندق خالص في الأوراق اللي هتقدّمها، بس لازم تكتب العنوان اللي هتنزل عليه أو اللي ناوي تنزل عليه في بريطانيا. طب ماشي، ده الapplication. بعد ما باخلّص الapplication إيه اللي بيحصل؟ لازم أدفع تمن الapplication ده. طيب المدة هي اللي بتحدد تمن الapplication، يعني في 6 شهور، في سنتين، في 5 سنين، في 10 سنين. هي دي المُدَد اللي أنا باختارها، مش زي Schengen هم بيحددوا المدة اللي هم عايزينها، لأ أنا هنا أنا باختار المدة اللي أنا عايزها وبادفع تمنها. طبعًا مش محتاج أقول إن لو حد اترفض ما بيرجّعوش الرسوم اللي هو دفعها للفيزا، فخلّي بالك إنّك تقدّم على 6 شهور لو أول مرّة تقدّم على فيزا بريطانيا، دي نصيحة منّي، حتى لو عندك تاريخ سفر قدّم على 6 شهور، لإن هنا أي حاجة تانية هيكون فيها مجازفة، فلو مثلًا جازفت فأنت بتجازف مثلًا بأقل رسوم، علمًا إن بريطانيا تعتبر يعني فيزا مكلفة مش فيزا رخيصة، يعني تقريبًا دلوقتي 115 جنيه استرليني الفيزا اللي هي ب6 شهور، فدي بقى برضه تحسبها حسب العملة المحلية الخاصة بيك. هتدفع بالكارت عادي، لازم تدفع أونلاين بالفيزا، تمن الفيزا. آآ وبعد كده بعد ما تكون خلاص دفعت كل حاجة، هييجي لك إيميل إنك دفعت، وإنك دلوقتي تقدر تاخد ميعاد، يبقى الدفع لازم قبل ما تاخد ميعاد، مش هتقدر تعرف المواعيد المتاحة إلا لمّا تدفع تمن الفيزا، ودي واحدة من العيوب الخاصة بالموضوع ده، بس ما تقلقش المواعيد بتكون موجودة، يعني ممكن تلاقي ميعاد مثلًا بعد يومين، بعد 3، ممكن تلاقي ميعاد يعني بالكتير بعد أسبوعين 3 لو في ضغط. طيب لمّا آجي أحجز الميعاد، أنا ممكن أحجز ميعاد على طول حتى من قبل ما أسلِّم الورق أونلاين، كل حاجة يا جماعة بتبقى أونلاين في فيزا بريطانيا، خصوصًا مع النظام الجديد. طَب أنا دلوقتي يعني هاعمل upload لكل الأوراق دي أونلاين، إيه الأوراق المطلوبة منّي؟ أهم ورق مطلوب منّي هو الأوراق الخاصة بالعمل بتاعي، الHR letter أو السجل التجاري والبطاقة الضريبية للناس اللي هم عندهم أعمال حُرة. الكشف الحساب البنكي مش لازم آخر 6 شهور، ممكن آخر 3 شهور عادي وممكن أقل، بس أنا بانصح بآخر 6 شهور عشان يعرفوا يشوفوا نمط أكبر في مصاريفك، وده بيدّيهم مصداقية أكتر لكشف حسابك. طب إيه تاني مهم؟ لو مثلًا الحاجة اللي رايح تحضرها، لو رايح مثلًا تحضر معرض أو مؤتمر تقدّم أوراق وتقدّم الدعوة، لو مش رايح تحضر أي حاجة، مش هتقدّم خلاص حاجة غير مثلًا الtravel plan اللي هي خطة الرحلة. طيب مثلًا هاقدّم أوراق تانية مثلًا زي pay slips اللي هي مفردات المرتب، دي مش إجبارية بس هي بتزوّد ثقتهم في العمل اللي أنت بتشتغل فيه، فهُم بيثقوا فعلًا إنك شغال في المكان ده، لإن الpay slips دي ورقة صعب جدًا الحصول عليها لو واحد يعني ما بيشتغلش فعلًا في المكان ده وجايب ورق مش حقيقي، مش هيعرف يجيب الpay slips وبالتالي دي بتزوّد الثقة في الapplication. بس هي دي الأوراق المهمة، ممكن بعد كده بقى قيد عائلي، عايز تقدّم مثلًا حاجة تثبت عنوانك، لإن بريطانيا بتهتم شوية بالعنوان المُقيم فيه، الناس المُقيمين برّه بيقدّموا من دولة غير دولتهم، لازم يقدّم صورة من الإقامة بتاعته وِش وضهر. هتقدّم صور الباسبور كلّها، الباسبور من أوله لآخره حتى الصفحات فاضية، كده هم يقدروا يعرفوا تاريخ السفر مش محتاج تثبته، رغم إنك هتكتبه في الapplication. أهم حاجة بقى في الapplication إنك تكون صادق، أي أسئلة يسألوها تكون صادق فيها، لإن الناس دي ممكن يوصلوا للمعلومات بسهولة. فمثلًا واحد اترفض في بريطانيا قبل كده لازم يقول إن أنا اترفضت في بريطانيا قبل كده، حتى لو الرفض ده عدّى عليه أكتر من 5 سنين. أي مثلًا تزوير أو أي
حاجة مثلًا غلط في الأوراق مش مضبوطة، ده ممكن يعرّضك لبان مدته بلوك يعني 10 سنين من دخول الأراضي البريطانية. فبلا يا جماعة بلاش أي مجازفة مع الشركات، قدّم لوحدك، التقديم لوحدك سهل جدًا، ما فيهوش أي حاجة صعبة. لو عايز منّي أي مساعدة عرّفني في التعليقات أو ابعت لي. الموضوع مش مستاهل أي شركة، الموضوع بسيط، ما فيش حد عارف حالتك قدّك، هي دي الحاجة دايمًا اللي أنا بانصح بيها كل الناس، ما حدش يعرف حالتك الشخصية زيّك، الشركة مش هيبقى قلبها عليك ولا هيبقى عندها نفس الضمير اللي هيبقى عندك لمّا تشتغل على حالتك، ما فيش حاجة صعبة في الapplication، كل حاجة تكون منطقية وصادقة وواضحة. طيب كشف الحساب البنكي هو عصب الموضوع، أهم حاجة بيبصوا عليها وبيقارنوها مع المدخرات اللي عندك، هل عندك مثلًا كشف يغطي تكاليف الرحلة، بيقارنوها مع المصاريف اللي قُلت اللي أنت تصرفها في الشهر، بيشوفوا مثلًا هل هي مثلًا مصاريف الرحلة اللي ناوي تصرفها على الرحلة، هل هي متوافقة فعلًا مع دخلك والّا عبء كبير عليك؟ طبعًا أنا الناس اللي هم رايحين يصرفوا مثلًا رحلة، حتى لو الرحلة دي قصيرة، رايح مثلًا يصرف 2000، 3000 باوند اللي هم الجنيه الاسترليني. وهو مثلًا دخله ده بالنسبة له عبء كبير، ده مثلًا بالنسبة له بيساوي مثلًا مرتب سنة، لأ، الناس دي ما انصحهاش إنها تقدّم، لإن هم بيبصوا للنقطة دي، بيشوفوا عبء تكلفة الرحلة عليك. بس دي كل التفاصيل. طب بعد ما باخد ميعاد، عندي بقى وقت لحد الميعاد ده، الميعاد ده بيكون بس للبصمات يا جماعة، ما فيش أي حاجة فيه، عندي وقت إن أنا يعني أعمل upload لكل الورق ده أحمّله أونلاين بس، ومسؤوليتي أنا إن الورق ده يكون مقري، فأنا باعمل له scan وupload وبس كده. كده الورق بقى جاهز اتبعت لهم، أنا يوم المقابلة هاخد بس الورقة الرئيسية من الapplication بتاعي، الreference بتاعي اللي هو الرقم، هاروح بيه، هيخشوا على الapplication بتاعي وياخدوا البصمات وبس كده، وهُم هيصوروك لو هُم محتاجين يصوروك بس، ما فيش أي حاجة تانية. دلوقتي بقى اللي كان بيتقبل في الفيزا، زمان كنا بنسيب الباسبور، دلوقتي مش هتسيب الباسبور لإن الفيزا بقت إلكترونية، فلو فيزا اتقبلت بيبعتها لك أونلاين، لو فيزا اترفضت بتبقى بيبعت لك خطاب رفض، قبل كده كان بيبعت لك خطاب رفض لو فيزا اترفضت، ولو الفيزا اتقبلت بيطبع بيقول لك تعالَ خد الباسبور اللي هو فيه إيه الفيزا، فالباسبور كان بيفضل عندهم قبل كده، سواء في الحالتين في الرفض أو في القبول، دلوقتي الباسبور بيفضل معاك، لو اتقبلت هييجي لك فيزا أونلاين بالإيميل، وبيبقى فيها يعني زي كده مش عارف باركود تقريبًا، وهُم في المطار عارفين شكل الفيزا دي، اللي هو الإلكترونيك فيزا الجديدة، وما فيش أي مشكلة في ده، لو جالك رفض بييجي لك خطاب رفض وما فيش appeal يا جماعة لفيزا بريطانيا، هاتكلم على تفاصيل عن حل تاني ممكن تعمله غير الappeal في الفيزا بريطانيا بس في فيديو تاني، وأتمنى كده يعني أكون فدتكم، هي دي كل تفاصيل الفيزا بتاع بريطانيا، لو حد عنده أي حاجة عايز يسأل عليها يقول لي عليها في التعليقات أو يبعت لي، وأنا هاقول لكم حاجات تانية أكتر وتفاصيل أكتر في التقديم على فيزا بريطانيا، وعن حاجات تخص برضه الناس اللي بتروح بريطانيا بعد كده سياحة، برامج أو كده. وشكرًا، يومكم سعيد.